السلام عليكم. وسامعوا معي شنو وقع اليوم في مدينة طنجة. واحد الفاجعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاجعة ما تخطرش على البال ديالكم. وهذا علاش حنا كنا دائما كنديروا فيديوهات توعوية، فيديوهات تحمل رسائل، الرسائل مشحونة بالمواعظ والنصائح. قد أسمعت: لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد. واحد البنيته صغيرة ضربات ترانسبور، سيارة ترانسبور ضرباتها، جات سيارة الإسعاف هزت هذيك البنيته، داتها المستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة. شنو وقع؟ عيطوا للأب ديالها، الأب ديال هاد البنيته اللي ضربت الترانسبور. وهاد الترانسبور اللي ضربه، لو جينا مثلا حنا نحلوا بالعقل غنقولوا بان راه ما يكونش ضربه عمدا. الحديد هذا سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. هذيك البنيته خرجت صدفه، ما شافاش ولا شي حاجه، المهم ضربه. بنيته ربما تهرست، ربما وقع لها شي حاجه. اتصلوا بالاب ديالها، الاب ديالها هز راسو وجاء للمستشفى محمد الخامس. ولكن شنو غايدير هو؟ ما يجيش وصافي، هز معاه جنوية وجاي يشوف البنت ديالو داخل مستشفى محمد الخامس في المستعجلات. هذاك الترانسبور اللي ضرب له البنت ما بقاش تما، يعني صافي مشى سمح في الطوموبيل ومشى، يعني ماشي هو اللي كاين تما في المستشفى. شنو وقع؟ هيجي الاب ديال هذيك البنيته المستشفى محمد الخامس، بينما هو تما في المستعجلات كيشوف البنت ديالو، كيطمئن على البنت ديالو، أرانا يجي واحد مسير شركة، شاب في مقتبل العمر، يقال عمره 30 سنة، في ريعان الشباب والزهور يعني. فإذا به يكون ضحية، بحال مثلا السيارات عندهم كوستادور كيعيطوا له. هذا شخص مسؤول، شخص مسؤول بديك الملف ديال هذيك البنيته وديك الترانسبور اللي ضربه وكذا. جا لتما دخل كذا. شنو يعمل الاب ديال هذيك البنيته؟ عجبت جنويه يعطيها فيه. قال لك ضربوا الضربه الاولى والثانيه، المهم والثالثه ولا الله اعلم، طاح صافي، طاح مشى. يحكى ان الفرامليات وهذوك سميتو عليها هربوا. السيد بقى تما، تفاضت الروح ديالو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، أن يرزق الأهل ديالو الصبر والسلوان. الله أكبر، يعني صعيبة بزاف. هاد الأب ديالها هذا ما سولش مثلا هاد الشخص شكون هو، بمجرد أنه شافو دخل كيسول على البنيته وكذا وهذه، وهو كيصفي معه وهو كيعطيه. صدمة ما بعدها صدمة، خطأ كبير بزاف، يعني ما كيتعالش. هاد الأخطاء بحال هادي راه ما كتعالش أصلا. هادي ما عندك ما تقول فيها. شنو غتقول؟ شنو غتسمي دابا هادشي هذا؟ شنو غتسميه دابا هادشي هذا؟ شنو غنقولوا فيه حنا دابا هادشي هذا؟ شنو غتسميوه؟ كيفاش غتشوفوا هاد الحالة المأساوية هادي؟ واحد بنته ضربت له، قدر الله ما شاء فعل، عيجي يشوف بنته عيسالي مع روح.
هو يمشي فيها ب30 سنة في الدنيا، وغدا يوم القيامة ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى وقد قتل روح والعياذ بالله. هادشي هذا صراحة أنا حبس لي عقلي صافي، ما لقيت ما نقول. هادشي كبير بزاف، حتى لهاد الدرجة راه بزاف. الله يحسن العون، الله يكون في العون، الله يكون في العون ديك الوليدات وديك البنيته، الشخص اللي هو مسؤول بالملف ديال هذيك البنيته وبديك الواقعة المأساوية، وجاي يشوف يدير الإجراءات ديالو، فإذا به كيموت ظلما وعدوانا. لو أن هذا الشخص مثلا متأكد بأن هذاك هو اللي الشيفور ديال ترونسبور اللي ضرب له بنته، فنقولوا نسأل الله السلامة والعافية. ما السيد ما ملكش نفسه، شاف بنته في ديك الحالة. المهم غيكون هنا قول، نبقاو نهضروا نديو نجيبوا في الهضرة، ولكن واحد غير جاي انت ما مسول عليه، ما عارفو شكون، راه فيه جنوية، راه تسالي معاه مرة صعيب الحال. نقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم غنقولوا واش غنقولوا. هادشي هذا هضرت عليه وهضرت عليه وهضرت ألف فيديو اللي عملت على هادشي هذا، وكنقول للناس الله يرحم الوالدين. كنا كنقولوا للناس بارطاجيو النصيحة تعم في المجتمعات المسلمة وتسود، والناس على الأقل تعرف بأنه راه قتل النفس والعقوبة ديالها في القرآن الكريم. كنا كنعطيو للناس نصائح، وكنا كنصحوا الناس كيفاش يتعاملوا مع أي حاجة تقالهم في الحياة ديالهم. بزاف هادي بزاف أنني أنا ما نسولش شكون هذا أصلا. شي بزاف، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو نقول؟ واحد جاي يؤدي المهمة ديالو لأنه هو اللي مكلف بهذاك الملف، على النية ديالو ما عنده تا علاقة لا بالضرب ولا بالجرح، ولا ما عندوش الخبر أصلا. فإذا به كيتفاجأ أن الجنوية كتجي فيه. اللي وقع. وهذه كنت لما كان أنا أعطي النصائح في هادشي هذا كنقول نفس هذه الكلمة، كنت كنقول اللي وقع. ودابا خذوا العبرة، كونوا حكماء، كونوا كتملكوا النفس ديالكم، كتعرفوا شنو كتعملوا. كنت كنقول نفس هذا الكلام، فأنا دابا عاود كنعاود نفس الكلام، والجرائم متتالية والجرائم تحدث، لا حول ولا قوة إلا بالله.